القولون العصبي مشكلة منتشرة جدا، ويمكن تكون انت شخصيا عندك اعراضه بس مش واخد بالك اصلا وما تعرفش ان دي اعراض القولون العصبي. تعرف ان حوالي من 10 ل 15% من الناس عندهم قولون عصبي، واغلبهم من الشباب، لان القولون العصبي ده بيبدأ يظهر في سن صغير، ممكن من المراهقة او العشرينات، وبيكمل مع الشخص طول حياته. المشكلة إن هو ملوش تحليل معين يثبت وجوده، فناس كتير بتعاني منه من غير ما تعرف السبب الحقيقي للوجع اللي عندهم. في الفيديو ده هنتكلم عن إزاي تعرف إن عندك قولون عصبي، وإزاي تتحكم في الأعراض بتاعته، وإيه الأكل اللي لازم تبعد عنه تماما، وإيه الأكل اللي بيساعدك تتحسن. وهقولك كمان على تريك حلوة جدا هتساعدك تفهم جسمك بشكل أحسن. هلو، أنا آية بلال. أولا، هو إيه القولون العصبي وإزاي تعرف إن عندك المشكلة دي؟ القولون العصبي ده اضطراب وظيفي في الأمعاء، يعني الجهاز الهضمي بيشتغل بطريقة مش طبيعية بس من غير وجود مشكلة عضوية واضحة. المشكلة الأساسية في المرض ده إنه بيخلي الجهاز الهضمي حساس جدا، فتلاقي إن حاجات بسيطة زي الأكل أو التوتر ممكن تسبب لك مغص أو انتفاخ أو إسهال أو إمساك. طيب، إيه هي أعراض القولون العصبي؟ مش كل الناس عندها نفس الأعراض، بس غالبا الأعراض المتشابهة بتشمل مغص ووجع في البطن وبيزيد بعد الأكل وبيتحسن بعد دخول الحمام، انتفاخ وغازات كتير جدا، بتحس ان بطنك منفوخة على طول حتى لو مكلتش كتير، امساك او اسهال او الاتنين مع بعض، ده بيجي وده بيروح، بيبدلوا الادوار مع بعض، احساس انك عايز تدخل الحمام حتى بعد ما تخلص، واحساس بالتعب والارهاق من غير سبب واضح، صداع ووجع في الجسم بسبب تراكمات الغازات والانتفاخات. لو عندك الأعراض دي بقالها شهور أو سنين وكل شوية بتزيد وتقل، ففي احتمال كبير إن عندك قولون عصبي. مفيش تحليل معين يقدر يقول إن عندك قولون عصبي، بس هو بيتشخص لما الدكتور يستبعد الأمراض التانية اللي ممكن تسبب نفس الأعراض، زي التهابات المعدة وحساسية اللاكتوز أو مرض كرون. الدكتور غالبا هيطلب منك تحليل دم علشان يستبعد الأنيميا أو الالتهابات، وتحليل بروز علشان يتأكد إن مفيش أي عدوى بكتيرية، وأحيانا ممكن يطلب منك منظار للقولون لو الأعراض شديدة أو في نزول في الوزن غير مبرر. لو كل التحاليل دي طلعت سليمة ومع ذلك عندك الأعراض اللي قلناها، يبقى غالبا أنت عندك قولون عصبي. خلينا نتكلم عن إيه هي أسباب القولون العصبي. مفيش سبب واحد محدد، هو بيكون نتيجة لكذا عامل، أهمهم الأكل. في أكلات بتسبب تهيج للقولون وبتخلي الأعراض بتاعته بتزيد، والتوتر والضغط النفسي، لأن المخ والقولون بينهم ارتباط قوي، والضغط العصبي بيخلي القولون يشتغل بطريقة غير طبيعية. وتالت حاجة اضطرابات في بكتيريا الأمعاء، الناس اللي عندهم قولون عصبي بيكون عندهم خلل في توازن البكتيريا النافعة اللي في الأمعاء. ورابع حاجة الهرمونات، وده ليه علاقة بأن القولون العصبي أكتر في الستات، وهتلاقي الأعراض بتاعته بتزيد قبل البيريد. وبما أن الأكل هو المفتاح الذهبي علشان تتحكم في القولون العصبي، لأن نوعية الأكل ممكن تخفف الأعراض أو تزودها بشكل رهيب، هقولك على أكتر الأكلات اللي ممكن تخفف القولون العصبي وتحسن من حالتك. أول حاجة الرز والبطاطس المسلوقة، لأن هما سهلين على المعدة ومش بيسببوا انتفاخ. وتاني حاجة الزبادي اليوناني، ده بيحتوي على بكتيريا نافعة بتحسن من عملية الهضم. وتالت حاجة الشوفان، وده غني بالألياف اللي بتهدي القولون. ورابع حاجة الخيار والخس والكوسة، ودول خضار خفيف على المعدة ومش بيسببوا أي انتفاخ. وكمان في الجنزبيل والنعناع، دول لو شربتهم بيقللوا من المغص والانتفاخات اللي موجودين. وكمان البروتينات الخفيفة زي الفراخ والسمك، علشان دول الهضم بتاعهم بيبقى سهل ومش بيسبب مشاكل في القولون. ولو عندك قولون عصبي فانت لازم تبعد عن الأكلات اللي بتعمل انتفاخ وتهيج للقولون. زي ايه بقى؟ أول حاجة اللبن ومنتجات الألبان الكاملة، لأن اللاكتوز ممكن يسبب انتفاخ وإسهال، أو ممكن تشرب لبن خالي من اللاكتوز. وتاني حاجة البقوليات زي الفول والعدس، لأن في ألياف غير قابلة للذوبان، دي بتسبب غازات شديدة.
وتالت حاجة الأكلات الدهنية والمقلية، دي بتتعب المعدة وبتبطئ الهضم. وكمان المشروبات الغازية والمشروبات السكرية بيعملوا انتفاخ رهيب وبيخلوا الأعراض بتاع القولون أسوأ. والبصل والثوم الني دول بيحتووا على مواد بتسبب تهيج للقولون. وطبعا المقليات والأكل السبايسي الحراق دول بيسببوا تهيج في الأمعاء وبتزود من المغص اللي موجود. القولون العصبي مش مرض ليه علاج نهائي، بس هو حالة تقدر تتحكم فيها، وعلاجها بيكون عبارة عن تعديل أسلوب حياتك وأكلك. وعلشان تحسن من الحالة دي هتحتاج تمشي على شوية خطوات. أول حاجة تتبع نظام غذائي مناسب وتقلل الأكلات اللي بتسبب تهيج القولون زي ما قلنا. وتاني حاجة تمارس الرياضة بانتظام، حتى لو مشي نص ساعة يوميا، دي بتحسن جدا من حركة الأمعاء. وتالت حاجة تشرب مية كتير علشان هتساعد في تقليل الإمساك وتحسين الهضم. ورابع حاجة تتجنب التوتر على قد ما تقدر، لأن القلق والتوتر بيخلوا الأعراض بتاع القولون تزيد جدا. وممكن كمان تستخدم مكملات غذائية زي البروبيوتيك، لأن دي بتحسن من بكتيريا الأمعاء. والسر بقى اللي هيساعدك تفهم جسمك كويس جدا هو الفود دايري. أهم خطوة في علاج القولون العصبي هي إنك تتابع أكلك وتأثيره عليك عامل إزاي. كل واحد عنده قولون عصبي بيختلف عن التاني، وأكل ممكن يكون مريح لشخص بس بيأثر جدا بالسلب على شخص تاني. وممكن حاجات من اللي قلناها إن هي بتهيج القولون تبقى مش كلها بتتعب ناس معينة. فالفود دايري دي هتخليك تعرف ايه المناسب بالنسبة لك وايه اللي بيتعبك. طب ازاي تعمل الفود دايري؟ اول حاجة بعد كل وجبة تكتب ايه اللي انت اكلته بالظبط، حتى لو حاجة بسيطة جدا، لان لو اعتمدنا على الذاكرة احنا مش هنعرف نحدد المشكلة فين. لان اي حد انت بتسأله هو انت اكلت ايه امبارح هيقولك مش فاكر. تاني حاجة تسجل أي أعراض حسيت بيها بعد الأكل، سواء انتفاخ أو مغص أو إسهال أو إمساك أي حاجة. وبعد أسبوعين راجع كل اللي انت كتبته، وهتكتشف إن في أكلات معينة هي اللي بتتعبك ومسببة لك المشكلة. بمجرد ما تبدأ تستخدم الفود دايري هتعرف جسمك أكتر، وهتقدر تتحكم في القولون العصبي بشكل أحسن بكتير. القولون العصبي مشكلة منتشرة جدا، بس هو مش مرض خطير ولا حاجة. وأهم حاجة علشان تتحكم فيه هي إنك تفهم جسمك وتعرف الأكلات اللي تناسبك. حاول تبعد عن الأكل اللي بيسبب لك انتفاخ وركز على الأكلات اللي بتهدي المعدة. ودايما سجل أكلك علشان تقدر تعرف إيه اللي بيريحك وإيه اللي بيتعبك. وقولولي في الكومنتات ايه اكتر حاجة بتحس ان هي بتضايق معدتك. ولو جربت الفود دايري قبل كده شارك تجربتك معانا وقول لنا فرقت معاك ازاي. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد.